مساء الفل. في الكشف على الاطفال الصغيرين بقعد مع الاب والام لوحدهم، وغالبا بلاحظ حاجه غريبه جدا. بلاحظ دايما ان الاب والام وهم قاعدين بيتكلموا على حاله ابنهم بيتراشقوا الاتهامات. بيتكلم فهي بتكذبه وبتتكلم فهو بيكذبها. بيلقحوا على بعض. واحد بيبص للتاني يصغر له كده ويقول له اسكت انت مش فاهم حاجه. فلاقي دايما في تواصل سيء جدا بين الاب والام اللي جايبين ابنهم العياده، ويبان كده ان دي مشكله، هذه نقره وتلك نقره اخرى، وان هما مشكلتين منفصلتين. خصوصا ان الاب والام يقولوا بس احنا عمرنا ما بنتخانق قدام الولاد، احنا عمرنا ما بنسمعهم صوتنا، انا عمري ما قلت كلام وحش على باباهم. انت مش محتاجه تعملي ده، لان طول ما انت متعصبه متخانقه مع الاب فانت متعصبه بترزعي في الكوبايه وبتشخطي في الواد وبتزعقي للبنت على لا شيء، او على حاجه ما كنتيش هتزعقي عليها في العادي. فالعيال لاقطين كويس قوي عصبيتك، ولاقطين كويس قوي تواصلكم الوحش، ولاقطين كويس قوي ادائكم السيء في التعامل مع بعض، ولاقطين ان في جو متوتر ومشحون جوه البيت. فما ينفعش ابدا نبقى احنا فاصلينهم وعاملينهم مشكلتين. لا، احنا مش هنعمل علاج زواجي، احنا مش محتاجين حاجه، احنا كده وضعنا كده وقابلين بعض كده واحنا مكملين وخلاص عشان العيال. وفي نفس الوقت احنا عايزين العيال يبقوا كويسين وسلام وزي الفل. هم الحقيقه حاجه واحده، فاحنا محتاجين نحل احنا مشاكلنا كأب وأم عشان نعرف نحافظ على العيال دي من الاضطرابات اللي عندها. حتى لو الاضطرابات اللي عندها اضطرابات تطوريه زي التوحد، زي نقص الذكاء، زي حتى فرط الحركه ونقص الانتباه، ولكن دول برضو بيزيدوا في البيئه الغير مستقره، وبيبقى عليهم اضطرابات اخرى زي التوتر والقلق والاكتئاب وحاجات تانية كتير. او ان هم يهدوا ويبقى الطفل مستقر اكتر ويستجيب للعلاج احسن، لان البيئه اللي حواليه بيئه حاضنه ومطمئنه ومستقره. فيا ريت احنا كاهالي، اباء وامهات، نشوف نظام تواصلنا، وبلاش الكلمه بتاعت اصل هي خلاص مفيش فيها امل. لان لما بعرض على كتير منهم انتوا شايفين انتوا بتتواصلوا ازاي قدام بعض، انا ما كملتش معاكم 5 دقايق وواضح جدا ان انتوا مش طايقين بعض وبينكم مشاكل، وانتوا كده مش متخانقين، ده انتوا رايحين مع بعض للدكتور المفروض الدنيا ظريفه. ولكن تكتشفي ان هما الاثنين يبقى الرد لا طب ما انا مش محتاج، لا انا كويس، لا هي اصلها كده وخلقتها كده عمرها ما هتتصلح فهو ملوش لازمه. فانا الحقيقه بعمل الفيديو ده عشان اوجه دعوه مهمه جدا لكل الكابلز والاباء والامهات اللي عندهم مشاكل او عندهم طفل عنده مشكله نفسيه. نقعد مع بعض كاب وام ونشوف مشكلتنا فين في التواصل، نحاول نحلها ونحاول نغير شويه من شخصياتنا، نطور شويه من مهارات التواصل ما بيننا وبين بعض، حتى لو لجأنا لمتخصص عشان مصلحه ولادنا. ما ينفعش يبقى جو البيت متوتر ومشحون جدا والدنيا مولعه وانت مقتنع ان ده ما يخصش الطفل طول ما احنا ما بنتخانقش قدامهم. هم ما شافوش خناقتنا، هم ما يعرفوش احنا بينا ايه. احنا محتاجين نحافظ على جو اسره هادئ ومطمئن عشان نقدر نطلع اولاد اصحاء نفسيا يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع. دمتم بصحه وسعاده.